أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. وطبعا الفقرة التانية عن الكذب عند المراهقين. هنتكلم بالتحديد من سن 13 ل 15. أعتقد هو دي مرحلة بتبقى فيها كذب كتير أوي، ممكن كمان ل 17. يعني النهاردة معايا ضيفتي دكتور أميرة نور أحمد، استشاري علم النفس التربوي. أهلا بيكي. أهلا بيك. دايما بنحاول بقى إن احنا نربي ولادنا على قيم وعادات وصفات حسنة، لكن بيبقى فترة المراهقة شوية مش بنقدر نعمل كنترول عليها. ففي البداية عايزين نعرف الكذب وليه يبدأ يظهر عند المراهقين. بالظبط، هو الكذب طبعا في ناس بتكذب علشان تخرج من مشاكل معينه او حاجه معينه عشان ما تحاسبش عليها، وفي ناس بتبقى واخده الكذب ده غيه، هي بتبقى مبسوطه جدا وبتصدق نفسها احيانا. كتير تنسج قصص. بالظبط. وخصوصا الاطفال، يعني خصوصا الاطفال ساعات تلاقيه هو حابب يعيش في حاجه خياليه فيقعد يكذب فطبعا المفروض احنا ما نشجعوش على ده، يعني دي حاجه مش حلوه خالص يعني. بس فالمفروض احنا بنبدا من بدري جدا جدا في موضوع الكذب ده، لان طبعا كل الولاد في السن الصغير هتلاقيهم عايزين يكذبوا، فاهماني؟ وبالذات لما تساليهم سؤال مباشر، يعني انت عملت كذا، وبالذات طريقه لو انت بتسالي انت خدت ده كده، من غير ما ياخد باله خالص هو هيقول لك ايه؟ لا ما خدتش. أيوة. طيب هتبداي انت تساليه سؤال تاني، فيبدا هو عايز ايه؟ ياكد بقى كذبته دي. فده مش كويس خالص، خصوصا انت هتبقي فاهمه ان هو بيكذب اصلا. فدايما لما تيجي تسالي اي سؤال، بالذات لو للطفل، يعني عشان تعوديه على الصدق، تساليه بالراحه وتقولي له يا حبيبي عملت، قول لي بس وانا عارفه انت مش هتعمل كده تاني. طيب قول وانا هسامحك المره دي. انت فاهماني؟ فنعوده واحده واحده ان هو ايه، ان الصدق ده بينجيه مش العكس. ودايما تقولي له لو انا اكتشفت ان انت بتكذب عليا هيبقى فيه عقاب جامد جدا، بس لو قلت لي نفس الحكايه بس بقيت صادق هتفرق معانا جدا. في حاجه اسمها كذبه بيضاء. والله بصي انا هقول لك حاجه، يعني احنا مش هنوصلها للكذب، بس احنا ممكن نعملها بطريقه معينه بحيث برضو ما تبقاش كذب. هو طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان في حالات معينه، زي مثلا انت عايزه تصالح بين اتنين. طيب انت هتصالحي بين حد وحد، صح؟ هو قايل عليه كلام يعني ما في الخبر، فانت هتعملي ايه؟ هتقولي له لا على فكره والله هو بيتكلم حسيت كده ان هو عايز يرجع لك، حسيت لا ده انتوا كان بينكم عشره، فاهمه الطريقه دي؟ أيوة. لكن بقى اقول ايه ده بيشكر فيك وبيقول فيك شعر، مش للدرجه دي يعني ما عكسهاش لان هي تبقى كذبه يعني. بالظبط. برضو بالنسبه للزوج والزوجه مثلا، المفروض يعني هو طبعا لو هو مش حاسس قوي بعاطفه مثلا ناحيتها، فممكن يقول لها مثلا ايه، انا بحبك، انا ده طبيعي يعني، حتى يعني. حب العشره يعني، مش لكن مش بقى يكذب عليها في كل حاجه مثلا، يعني فاهماني؟ يعني بعض الظروف بتحتم ان احنا يعني مش نكذب، نقول برضو مشاعر مغلوطه. يعني زي الكلام بتاع دلوقتي بنحور مجامله بس بطريقه معينه، بيبقى فيها مجامله وفيها يعني المهم النيه، المهم نيتنا في ان احنا عايزين ايه. بس طبعا الكذب عموما هو آفة. الكذب بيظهر امتى عند الاطفال؟ يعني احنا طبعا عارفين في اطفال بتكذب وبتستحلق الكذب ده بسبب الدعم من الاب والام، يعني الله انت ويضحكوا ويهزروا، وده بنشوف نماذج كتير جدا انا بكرهها جدا، لان ده بيخلي الجيل بعد كده صعب. لكن لو هنتكلم عن المراهقه، ايه اللي بيجبر المراهق انه يكذب غير طريقه اللي هو انت كتبت زي ما قلتي لي، زي ما قلتي انت مش عارفه ايه، الخوف او التحقيق، نسميها التحقيق شويه. هل مثلا بيبقى لو الاب والام هم كذابين ده اكيد بيأثر عليهم؟ طبعا. فالام والاب يعملوا ايه علشان برضو يتجنبوا الموضوع ده؟ وفي طبعا ناس كتير جدا بيبقى اب كذاب على زوجته او العكس. طبعا هو مبدئيا المفروض من الاول خالص، يعني احنا اصلا الضمير بيبدا من 4 سنين كده، المفروض ان هو بيبقى اكتمل يعني. فاحنا المفروض، ودلوقتي بالذات الاولاد ما شاء الله يعني بقى الاي كيو بتاعهم عالي جدا واذكياء، فالمفروض ان احنا من الاول هو احنا بدانا نحس ان هو ايه هيبدا ليه في الكذب. خدي بالك دي طباع برضه، دي بتبقى طباع احيانا، بتبقى جينات، فنبدا ان احنا نحدها عنده، نطمنه زي ما قلت لك. طيب نفس الكلام برضه، يعني مثلا حد بيسال، عارفه لو هو ايه، بصي قولي له كذا،
يعني انت احيانا كتير بتعودي ابنك على الكذب وانت مش واخده بالك. قولي له ماما مش موجوده، قولي له ماما مش موجود، انت في دماغك ان ده كذب ابيض، انت فاهماني؟ بس هو خده ايه؟ ان ماما بتكذب عادي، فاهماني؟ فلما اجي تتصل بيا بالتليفون انت فين، انا ممكن اقول لها انا عند صاحبي وانا في مكان تاني. انت فاهمه اقصد ايه؟ دايما نحاول ان احنا ما نكذبش ما قدام الاولاد، ما نخليهمش هم يكذبوا. خلاص. طيب اللي بيقعد بقى يعمل افلام ويقعد برضو احنا ما نفرحش قوي ان هو خياله واسع، كمل ايه ده ورحت، وبعد ما رحت عملت ايه. طبعا احنا عارفين ان انت بتقول تمثيليه، فهمتي اقصد ايه؟ يعني حتى بيني له لو فرحانه بس ما تبينوش ان انت مبسوطه قوي. لكن بالنسبه بقى للمراهقين دي قصه ثانيه. يعني المراهق طبعا بيبقى دايما هو عايز يبقى احسن حاجه في قدام اصحابه، قدام اهله، قدام، وهو ما بيبقاش كده، ما يبقاش احلى حاجه. هو طبعا عنده سقطات كتير جدا، وبيبقى حاسس ان هو ايه لو دي بانت هيقل. فبيعمل ايه بقى؟ بدل ما يصلحها، وطبعا دي حاجه وحشه جدا، بيحاول ان هو يكذب، وبالذات لو اللي قدامه صدقه مره واتنين. وللاسف ان هم بيبقى عندهم المهاره دي عاليه جدا. يعني مهاره ان هو يكذب يخلي اللي قدامه يصدق بتبقى عاليه جدا. تمام. ووقت ما انت هتطمني له وتحسي ان هو ايه ده ابني كيوت، ده ابني جميل. يعني انا ساعات ناس يقولوا لي مش متخيلين ان هو بيعمل كده، هو ما جاش في باله لغايه مثلا ما اكتشف مثلا ان هو مثلا ايه بيمسك الموبايل، بيدخل على برامج معينه، بيدخل على مواقع مش كويسه، فما كانش متخيل ده ابني ملاك. انت لا دي حقيقه. وللاسف الشديد ساعات الولاد بيسقطوا، بيعملوا العكس تماما. يعني مثلا ايه، يجي مثلا بنت مثلا بتعكسه مثلا وباباه شافه مثلا، فيقول له ايه ده البنت دي كده بهزار، سيبك منها، لا مش في الموضوع دي خالص، لا مش فاهمه. بعد كده يكتشف مثلا ان هو يعني فاهمه ان هو بيكلم طوب الارض. فدايما لازم احنا نبقى اذكياء، نبقى مصاحبين اولادنا زي ما انا بقول طول الوقت، نبقى مصاحبين اولادنا ونبقى فاهمينهم. بس مش هيمنع ان احنا برضو البشر في كتير جدا بيكذبوا. يعني انا بقول لك بقى في فرق، مفيش بني ادم ما كذبش في حياته. اكيد، لا اكيد، بس ده اللي انا بقوله لك، في فرق بين ان انا اكذب عشان اغير حقيقتي، ودي حاجه ما بتعجبنيش خالص على فكره. يعني في ناس كتيره جدا جدا في المجتمع وفي البتاع هم اصلا يقولوا عكس الحقيقه تماما، وانا بفهمهم بقى. يعني تقعد تقول لك ايه، انا رحت النهارده اشتريت من مش عارفه براند ايه، مش عارفه، ببدا بقى اعرف ايه انت ما دام انت اصلا يعني عماله تقولي كده يبقى انت مش كده، فاهماني اقصد ايه؟ فاحنا ما نغيرش حقيقتنا. يعني احنا طول الوقت احنا حقيقتنا موجوده وكل حاجه، بس هي زي ما بتقولي الكذب ممكن يكون في حالات معينه اللي هي ايه، بالذات بعد النضج بقى. يعني انت نضجتي وعارفه ان انت لما تكذبي الكذبه دي مش هتاثر، فاهمه التاثير، بالعكس هتكسبي بيها. في حاجه اسمها كذب قهري. يعني احيانا القهري اللي هو ممكن مثلا حد يطلب من حد ان هو يكذب، بس بيبقى ليه سلطه معينه عليه. يعني مثلا مدير، اب، ام، فاهم؟ عارف انت لو ما رحتش قلت كذا انا هعمل فيك كذا. طبعا ده حاجه المفروض ان هي طبعا دي حاجه مش كويسه خالص. يعني دي طبعا هو بيبوظ ابنه خالص وبيبوظ السيستم. بس في الحاله دي لو هو كذب في بعض الاحيان ربنا يغفر له، يعني لان هو مقهور ومجبر عليها يعني. بس طبعا يحاول بقدر الامكان ان هو السوشيال ميديا ساعدت المراهقين ان هم يكذبوا اكتر، من خلال طبعا التيك توك والناس اللي بنشوفها دي بتدعي المثاليه وبعد كده يكتشفوا حقيقتهم ان هم مش كده خالص. برضو في نماذج كتير جدا بتبقى مثال مطبق للكذب، سواء قهري بقى سواء مش قهري، سواء ابيض اسود. والاطفال دلوقتي بقت او المراهقين دلوقتي بقى اغلب الوقت على السوشيال ميديا واغلب البلاتفورم كلها والمواقع. شايفه ان ممكن الشاب او المراهق لو هو ما عندوش قصه الكذب دي يكتسبها من السوشيال ميديا؟ هي الانفتاح عموما على الانترنت وعلى العالم الخارجي خلانا بنبقى شايفين الطبقات فعلا كتير قوي. وللاسف الشديد ان الفرق الطبقات بقى رهيب. يعني انت ممكن تبقى في الكليه في فرق طبقات قوي جدا، ماشي. فالطبقه طبعا اللي هي المتوسطه او كده لما يبقى معاها طبقه عاليه جدا جدا، طبعا هي طبعا مش قادره ان هي تسير الموقف، فممكن جدا كتير تكذب.
فاهمه قصدي ايه؟ ممكن تقول اماكن عايشه فيها غير الاماكن، غير الأماكن ممكن تقعد تحكي قصص بتحصل في اليوميه وهي ما بتحصلش علشان بالظبط. تحاول ان هي تعرف. فللاسف الشديد طبعا ده بيساعد طبعا جامد جدا، بس مش المفروض كل واحد هو عالي بنفسه، وكل واحد يبقى حاسس ان انا قيمتي فيا انا، مش فاهمه اقصد ايه، مش في اللي معايا او في ان انا احاول اجمل نفسي زي ما كنا بنقول انا لا اكذب ولكني اتجمل. لا ده كذب في النهايه. وللاسف الشديد ان هو لما بيكتشفوا حاجه كذب فيها، يعني مثلا افرضي هو شافه نازل من مكان وعرف ان ده بيته وهو كان قايل حته ثانيه مثلا، ده كده بقى خلاص هو فقد مصداقيه بالنسبه له تماما. بالظبط. فدي حاجه مش كويسه. لا، قول ان انا كده وان شاء الله بعد كده انت تبقى احسن، انت بقى اللي تبقى احسن وتحسن طموحك. عايزين بقى لو الام او الاب فيهم قصه الكذب دي وبيسمعونا دلوقتي ومش حابين ولادهم يبقى زيهم، ازاي يقيموا نفسهم؟ والمثال الثاني لو الابن فعلا كذاب والام طبعا او الاب مش كده، ازاي يقوموا الطفل؟ طبعا مبدئيا الكذب دي آفة معروفة طبعا ان هي آفة، ومعروف ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الانسان بيفضل يكذب لغايه ما بيتكتب عند ربنا كذاب. خلاص مجرد ما اتكتب عند ربنا كذاب، ربنا سبحانه وتعالى طبعا بيدخل النار. فالمفروض ان انا الكذب زي اي ذنب انا بعمله ان انا احاول كده كده ابطله. طيب هبطله بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى، وهبطله بنيه ان ربنا يبارك لي في اولادي وما يطلعوش كذابين، لان طبعا الكذب ده ممكن انا ابقى بكذب كذب معين هم بقى يبقوا طبعا اقوى مني، يعني ربنا يعاقبني فيهم. هم فيرجن اعلى. ايه هم الفيرجن بالظبط. ودي حقيقه هم الفيرجن الاعلى على طول، وهيكذبوا عليكي بقى وهيعيشوكي في الوهم وانت فاكره ان هم كويسين. فدي حاجه طبعا مش كويسه. فاحنا هنحاول ان احنا حتى لو كده احنا هنقعد مع نفسنا وهنقعد معاهم ونقول لهم بصوا حتى الكذب الابيض اللي احنا كنا بنكذبه ده هنبطل نكذبه، مش عارفه ايه، بصي احنا هنوعد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا مش هنعمل ده تاني. عادي، ممكن جدا جدا انهم يعملوا كده، ما يتكسفوش ان هم يقعدوا مع اولادهم ويقولوا الكلام ده. وفي النهايه هيلاقوا بقى الدنيا بدات تتحسن. تقويم الكذب عند المراهق ازاي لو الام يعني ما عندهاش قصه الكذب وشايفه مثلا ان الاب بيكذب، او العكس الاب متضايق ان ابنه بيكذب لان والدته بتكذب؟ انا الجانب الجيد بقى ازاي اقوم ابني ان هو يعني ما يكذبش 24 ساعه على الاقل بالتدريج زي ما حضرتك قلتي؟ هو مبدئيا المفروض ان انا يعني ابقى مصحصحه لابني. يعني انا حاسه ان اكتر حاجه بتخلي الولد او البنت يبطلوا كذب انت بتبقي مصحصحه لهم، ما بتكبريش دماغك. يعني ما بقاش قاعد مثلا بتساليه السؤال مثلا وسؤال مهم، يعني عملت كذا وبتاع وبعدين تمسكي الموبايل، واخده بالك؟ فخلاص اللي هيقوله انت هتصدقيه اساسا. أيوة. او انت مشغوله باي شيء تاني. لا انا مركزه معاه خلاص وهو بيتكلم، واخده بالك؟ بيبان بعض الحاجات زي ما اتقال في التقرير، ساعات بيبقى فيه اضطرابات معينه بتلاقي فاهمه، يعني بتبان العين تفضل كده في ايماءات معينه بتبين ان في لكن لو انت صدقتيه مره واثنين وكبرتي دماغك مره واثنين انسي ان يحصل اي حاجه. فاهم حاجه ان انت تبقي مصحصحه له، تبقي ذكيه جدا، ماشي؟ تقفشيه مره واثنين وثلاثه. يعني انا مثلا ولادي يقولوا لي ماما نفسي اعرف، انت اقول لهم اصل في عصفوره بتيجي تقول. فطول الوقت كده يعني انت مصحصحه له، فاهمه؟ طب قول كذا، وبعدين تسالي اسئله وعكسها. يعني لما تيجي او اسالي السؤال بعدها بثلاث ايام اسالي السؤال واسالي السؤال وبعد شويه اساليه بطريقه ثانيه. يعني دايما في مثل يقول اذا كنت كذوبا فكن ذكورا. ومستحيل لازم في حاجات هتقع في النص. ايوه. فعشان كده دايما لما تيجي تسالي واسالي عكسه واساليه كمان شويه بطريقه ثانيه. كده هنقلب مباحث كده هنقلب مباحث كده هنقلب مباحث. في الاول لو هو كذاب، ما انت بتقولي لو هو اصلا كذاب وعايزاه يبطل. أيوة. مش طيب هيبطل غير كده. انا اعرف ان ابني يعني عندي الطفل او يعني بدا سن المراهقه 13 سنه، ازاي اعرف ان هو بدا يكذب؟ فاحاول اتفادى الموضوع ده بدري يعني زي ما بنقول. ايه اللي بيظهر عليه زي ما حضرتك قلتي؟ عنده اضطراب مثلا، عينيه بتروح وتيجي، ايه تاني مظاهر للكذب؟ بصي هو زي ما انا بقول دايما ان انا دايما لازم انا مراقبه ابني. يعني طول الوقت انا مراقباه، انا ما بسيبوش. يعني ما ينفعش مثلا يقعد مثلا 6 ساعات وانا ما اعرفش عنه حاجه مثلا. ما ينفعش ان حتى قاعد في البيت وانا سايباه في اوضته قافل عليه، يعني الكلام ده غلط كل ده. طيب طول ما انت بتراقبيه، بتفتحي الباب كل شويه، بتبصي في الموبايل يعني كده حتى، فاهمه؟ مش عارفه، انت هتاخدي بالك ان هو هيبدا هو خلاص من نفسه قال ماما انا مفقوس مع ماما، مفيش خلاص. فهتلاقيه مثلا ماسك الموبايل، اول ما تدخلي وتلاقي فيه اضطراب
ابدأي بقى يلا تعالى بقى ونبدأ الايه الحوارات مع بعض بالراحة. بتبان على الوجه جدا جدا، بالذات الخضه الاولى دي. يعني الخضه الاولى دي لو ما هو بيعمل حاجه غلط، طبعا احنا كده احنا عندنا لمبه كده، لما بنعمل حاجه غلط بتحسي الواحد فيه اضطراب داخلي غصب عنه حتى لو مفيش حد حواليه. ايوه، اول ما بيحس بصوت حتى هو بيضطرب لوحده غصب عنه، تلاقي أيوة. جسمه يعمل كده. فاول ما هتفتحي الباب وبعدين يا ريت، يعني انا دايما اقولها بس ان يا ريت الباب يفضل مفتوح طول الوقت. يعني انا ما احبش قصه ان الباب يتقفل غير وقت النوم اذا كان البنت او للولد، لكن طول ما احنا قاعدين مع بعض بنقفل الباب ليه؟ على الاقل حتى يبقى ايه سايبين حته مواربه اللي هو ايه هو موقع في اي لحظه هدخل، مش لازم اخبط وادخل، فاهم؟ الا لو يعمل حاجه معينه بيقفلوا ويرجع يفتحوا تاني. البنات بتكذب اكتر ولا الولاد في سن المراهقه؟ اعتقد البنات. ليه بقى؟ لان هم اصلا خوافين شويه. يعني بقى هم اصلا يعني حتى دايما يقول لك كيدهن عظيم. هو كيدهن عظيم ده مش جبروت على فكره، هو كيدهن عظيم لان هم خوافين. فالكيد دايما يتعمل امتى؟ بيتعمل فين؟ في الخفا. فاهمه قصدي؟ لكن الراجل ما مش محتاج يكيد، لان هو ممكن يبقى جبروت عليكي وهو زي واقف كده زي أيوة. لكن الست لازم تفضل تكيد ومن تحت لتحت وبتاع، وفعلا كده بيبقى عظيم لما بتكيد لانه بيبقى في الخف. لكن الراجل مهما واجه برضه الدنيا بتبقى اقل. فالبنات لا، يعني البنات اعتقد بتكذب اكتر، الواد بيبقى بجح شويه. يعني. الكذب في مرحله من 13 ل 17 سنه، ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه النهارده، هل بعد كده بيزول مع الوقت؟ الواحد بينضج فبيزول ولا ممكن يستمر ويتجود بقى يبقى على حسب بقى الاخلاق؟ يعني لو الولد ده بيبدا ان اخلاقه تتحسن ووضعه يتحسن وكويس في الدراسه وشغله بقى احسن، بتبدا دي تتعدل معاه سبحان الله. خلاص مبقاش محتاج حاجه يخبيها، مبقاش فاهم قصدي، مبقاش يعني محتاج يعمل غلط. والعكس صحيح، اللي الكيرف بتاعه بينزل مستواه الدراسي بيبقى اقل، لا قدر الله بيبدا يشرب مخدرات، بيبدا يروح سهرات مش كويسه، بيبدا يصاحب ناس مش كويسين غصب عنه، لان هو طبعا مش عايز اهله طبعا يتبروا منه او يحسوا ان هو انسان مش كويس، فبيبدا فالاتموسفير الخارجي بيأثر بصراحه جدا على قصه انه يزيد او يقل الموضوع. طبعا احنا داخلين على رمضان، فممكن يبقى برضو مدخل لطيف جدا ان احنا لو ابننا او بنتنا فيهم قصه الكذب دي، ان احنا نديهم محاضره قصيره كده يعني عن ان الكذب سيء جدا، خصوصا كمان نبداه بشهر رمضان يبقى في حقيقه دايما بين الاطراف الاخرى في الاسره. ايه النصيحه اللي توجهيها ودخول رمضان علينا وفي حاله كذب موجوده مراهقه في البيت، بتنصحي الام ايه وتنصحي الابن بايه برضه؟ طبعا الام والاب المفروض ان عند دخله رمضان هم بيقعدوا يقولوا ايه، بصوا يا اولاد احنا عايزين رمضان، هو من رمضان لرمضان مكفرات لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر، وبرده الكبائر ربنا سبحانه وتعالى بيغفرها يعني. فدلوقتي المفروض ان احنا كمكفرات احنا هنقعد نقول كل واحد يشوف كده جواه ايه الذنب الكبير قوي اللي هو عمله السنه اللي فاتت قوي وان هو عايز يبطله. ما حاولش اجيبها بشكل باين قوي واضح، يعني حاول اجيبها بشكل ايه مستتر شويه بس. وبعدين هو بقى مع نفسه هيقعد مع نفسه ويحاول ان هو يبطل الكذب دوت، وممكن نقعد قاعده مع بعض، طب كل واحد ايه شايف ان اكتر عيب فيه ايه، طب مش فاهمه، نفتح معاهم كده ونقول لهم ربنا بيغفر كل الذنوب، وربنا بيساعد الواحد لو بس بدأ كده يقول انا هبطل حاجه بيساعده عليها ان هو يبطلها. الكذب المستمر ده ممكن يعمل اضطراب نفسي، يعمل مشكله نفسيه محتاجه ان انت تروحي لطبيب نفسي وتتعالجي بادويه وعلاجات دوائيه ولا لا؟ جدا، انا بقول لك ممكن يوصل فعلا ان هو عايز يقول الصدق ومش عارف، انت فاهمه قصدي ايه؟ او الصدق مش هيعمل له مشكله، يعني ممكن اساله سؤال عادي جدا لو انا جاوبت مش هيحصل لي مشكله خالص، بس لا هو يكذب يالف قصه، فاهمه قصدي ايه؟ لا احيانا بس بيبقى مرض نفسي، يعني بيوصل لمرض زي السرقه، ما السرقه احيانا بتبقى مرض نفسي طبعا. مش احتياج. كليبتومانيا طبعا. طيب انا عايزه اتكلم عن لو في الطفل ده فعلا بيكذب والام عايزه تعالجه وبتكلمه بصراحه، لو كذبت انا مش هعاقبك، ده مثال جيد ان انا اعمل كده؟ لا هو يعني مش لو كذبت انا مش هعاقبك، ولو انت قلت لي الحقيقه انا مش هعاقبك. يعني هي دايما تقول له ايه، انت خليك صريح معايا حتى لو حقيقه يعني حتى لو حقيقه مره، برافو عليكي. يعني انا يعني المفروض الواحد دايما يقول لاولاده ايه، انا عندي الكذب
اقوى من اللي انت هتعمله ده. لان انت وقت ما هتكذب الكذب ده الآفة اللي يعني بعديها ممكن تعمل كل الموبقات. الحمد لله انا بتبع الاسلوب ده مع اولادي وهم صغيرين، وكنت لما يقولوا لي الحقيقه وهي صعبه شويه كنت تبلعيها في الاول وتعالجيها بعد كده. لكن ان هو هيكذب انا دايما اقول لهم دي الآفة اللي بعدها اعمل كل الموبقات بقى خلاص. ما هو انت هتكذب فهتعمل كل حاجه غلط ومش هتقولها ومش هتعترف بيها وهتفهم الناس ان انت انسان كويس وصالح. فده بالنسبه لي لا انت قول وقف عند غلطاتك وقف عند مشاكلك ونحلها سوا. وطبعا كله بينعكس بعد كده على الجيل القادم، يعني بيطلع شخص كذاب فتبقى طبعًا مشكله جدا. طبعا مشكله على المجتمع. احنا دلوقتي بنشوف بجد امثله. المجتمع مش ناقص والله العظيم بعد السوشيال ميديا والناس وزمن الرويبضه اللي احنا فيه ده المجتمع فعلا مش ناقص. قاعده حاسه انا متاكده انه بيكذب بس هعمل له ايه اذا كان اهله نفسهم يعني بالظبط. يعني طبعا الاسره مهمه قوي ان هي تخلق او تنشئ طفل صالح وجيد وحتى يعني سوي. ده مهم قوي جدا. عشان كده احنا دايما في سيدتي بنعالج الامور دي وبنعالج كمان من خلال بالذات قصه الاطفال والمراهقين ومشاكلهم في برنامج انا وبابا وماما بيبقى اليوم الاحد. ده مهم جدا فعلا لان احنا كده الفضائيه عشان كده خصصت برنامج مخصص للمشاكل دي، لان اللي احنا بنتكلم عليهم دول هم جيل المستقبل. بشكرك جدا دكتور أميرة نور أحمد استشاري علم النفس التربوي. استفدت جدا منك رغم اني ما عنديش مراهقين لكن برضو اكيد استفدت. شكرا ليكي جدا. وبتشوفوا الفقره مره ثانيه مشاهدينا عبر اليوتيوب باسم الدكتور أميرة نور أحمد داليا حسن سيدتي. شكرا لكم وشكرا لنهى عادل ومحمد مذكور. شكرا لكم.